جماعة خلاص رسمت على كل حاجة، ما عادش في مكان غير الأرض، فهرسم النهاردة على الأرض بس ربنا يستر. أول حاجة جبت تينر حار وحطيت شوية عشان أنضف الأرض وأشيل كل الحاجات اللي كانت عليها، وجبت لزق عشان ألزق الحتة اللي هشتغل عليها، وحددت 4 بلاطات، ممكن أزود 2 بعدين بس شايف إن كده قشطة يعني. وبدل ما صنفر السيراميك واتطرد من البيت حطيت عليه وش سيلر أحسن عشان الألوان تمسك عليه، وسبته لحد ما ينشف خالص. وده كده شكله بعد ما نشف، بس كان محتاج وش أو 2 كمان. وبعمل وشوش سيلر كتير عشان اللون اصلا مش هيمسك على السيراميك، فهو السيلر اللي هيخليه يثبت. وده كده بعد ما نشف. اخر حاجه في التجهيز اديله وش او 2 ابيض عشان لما اجي ارسم الالوان تبان على طول. عملت لون اسود غامق وافرده على الارض كلها الاول، وقلت تغيير كده مش هرسم بفرش خالص الفيديو ده، فاستخدمت سكينه معجون عشان افرد بيها اللون، واصلا طلعت احسن بكتير. وعملت درجة بنفسجي واحط منها شوية قبل ما اللون الاسود ينشف، وجبت اسفنجة عشان اميكس ما بين اللونين قبل ما ينشفوا، وزودت بنفسجي جامد، وبعد كده نشفت كله. ودي كده النتيجة بعد ما نشفت خالص. جهزت الحاجات اللي هحتاجها، وهبتدي الأول بالألوان الفاتحة. والمفروض فكرة الرسمة دي إن أنا هعمل فضاء الأول، بعد كده أعمل شباك أو حفرة فتبقى شباك للفضاء مثلا، فمن هنا تبان 3D. فعملت تدريجات الالوان بالاسفنجه الاول، وبعد كده قعدت ميكس ما بينهم وازود الوان، وحطيت لون ابيض في فرشه وقعدت اخبط بيها كده عشان تديني تاثير النجوم. ولو قعدت تعمل النجوم دي بايدك هتقعد 3 سنين ومش هتطلع حلوه في الاخر. الرسمه نشفت خالص اهي، وفعلا من اكتر الحاجات اللي حبيتها بعد ما عملتها. المهم اجرب حوار الفريم الاول، لو ما ظبطش ممكن ارسم حفره حواليها، بس الاول اديلها ورنيش. وعشان الورنيش ما يبوظش الرسمه زي كل مره خففته بشويه ماء قليلين، وما كبتوش من فوق زي ما بحب، عملته بالرولة بالراحه كده اول طبقه. وفعلا الورنيش من احسن الحاجات اللي بتفرح بعد ما تخلص حاجه وتحط ورنيش تحسها بقت فول اتش دي. المهم انا شفتها كويس واديت لها وش كمان، المره دي تقيل شويه عشان الرسمه على الارض فما كنتش عايزها تتبهدل، وهسيبها تنشف خالص واروح اقطع الفريم. فكيت القطعه دي من مطبخ قديم كان عندنا، بس كانوا متبهدلين قوي فنضفتهم بمذيب دهون وفرشه. وهنا كنت عامل طريقه تنظيف اوتوماتيك كده بس كانت مفيده. المهم خدت مقاسات وقطعتهم بالمنشار بكيرف كده عشان اعمل زوايا، بس في حتتين ما كفوش فهلحمهم من الحته دي ودي، فكده كده هوديهم لواحد يلحمهم. ودي كده النتيجة. عايز اعرف رأيكم بجد، وبجهز لحوار جامد على القناة الفترة اللي جاية، عايزكم تبقوا معايا هناك. وايه رأيكم كده، احلى ولا ارسم الحفرة؟ وفولو لايك لو عجبك الفيديو.